السلام عليكم، معكم براقب مقطع جديد. كيف حالكم اخوان بيبو؟ ان شاء الله طيبين، ان شاء الله كويسين، عساكم بخير ان شاء الله. فيديو اليوم كالعاده فيديو اخبار بسيط وخفيف ونظيف. قبل لا نبدا في المقطع عندي منكم طلب صغير، اتمنى منكم كلكم انكم تنشروا هذا المقطع بكل مكان. لو عندك واتساب انشره، لو عندك تويتر انشره، لو عندك انستغرام، عندك اصدقاء، اكيد عندك اصدقاء يعني، بس انشر المقطع او انشري المقطع، ترى البنات مو طالعين منها. في جزء كبير من اخوان بيبو من البنات، فعادي يعني انا اتكلم مع الجنسين، فانشر او انشري المقطع بكل مكان. طلب صغير وان شاء الله انه بيرجع تفاعل القناه. الخبر الاول معنا اليوم خبر جميل صراحه، احب اننا نبتدي المقطع بخبر حلو عن معلم رياضيات. طبعا المعروف عن معلم الرياضيات ان على طول حصته ممكن تكون ممله او اغلب الطلاب ما تحبها، يعني خلينا نكون واقعيين. فهذا المعلم سوى حركه خلت الطلاب تنتظر حصه الرياضيات عشانها احلى حصه عندهم. تتوقع ايش سوى؟ بكل بساطه صار يعلمهم رياضيات باسلوبه، باسلوب الهيب هوب او الراب. هو مشى مع الاشياء اللي تحبها الطلاب ولقى الفرق اكثر من 100%. يقول لكم شفتوا ال100%؟ اكثر من 100%، يعني حقق اضعاف النجاح من المعلم العادي. في مقطع بسيط كذا يوضح لكم الكلام اللي جالس اقوله، اخليكم معاه. I know the ultimate vision for what I'm doing is for us as a country, for us as South Africa to create. الخبر الثاني معنا اليوم هو خبر صار قبل فترة بالسعودية. أعرفكم تحبوا أي خبر عن العرب بشكل عام وعن السعودية بشكل خاص. الخبر عن طيارة من شركة طيران معينة، ما بتكلم عنها عشان لا يصير مشاكل. المهم هذه الطيارة كانت تطير من الباحة لجدة، وأثناء طيرانها صار شيء كان ممكن إنه يتسبب بقتل ناس كثير. الشيء هو إن الطيارة دخلت بغيمة أو سحابة أو مدري إيش اسمها بالضبط، سببت اهتزاز قوي للطيارة. ففي شخص كان يصور هذا الكلام كله، أخليكم مع المقطع اللي صوره. ما شاء الله، كيف حندخل الحين وسط السحاب. لا اله الا الله، شو السحاب داخلين وسطها، دخلنا وسطها، دخلنا وسط. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الخبر الثالث معانا اليوم خبر مجنون. غالبا اليابانيين ناس اذكياء وكويسين، لكن احيانا يجيك ناس اذكياء بطريقه سلبيه على البعض. يعني عارفين كيف؟ مثلا هو ذكي عشان جالس يربح فلوس، لكن يضحك على الناس عشان يربح الفلوس، ويقول لك انه يبيع تفاح مسحور. يقول للناس انا عندي تفاح مسحور، هذه التفاحه لو اكلتها اي شخص تحبه براسك بصير بحبك. عارفين كيف؟ يعني مثلا انت تفكر بشخص معين تحبه لكن ما تدري هو يحبك ولا لا، انت بمجرد اكلك لهذه التفاحه المسحوره على اساس هذا الشخص بيحبك، خلاص تلقائيا تلقى اتصل عليك وقال لك الو انا احبك. اسم التفاحه بويزن ابل اوف لوفيز ديسير. لو جبت العيد سلكولي عشان انجليزيتي ضعيفه نوعا ما. طبعا الكلام علميا هو كذب بكذب. في ناس حللت التفاحه وشافت انها تفاحه عاديه مره. طبعا سعر التفاحه $105 ومبيعاتها صارت جدا عاليه بسبب الناس مختلين عقليا. الخبر الثالث معنا اليوم يتكلم عن بنت صار لها شيء غريب. كانت تاكل بيض وفجأة وهي تاكل بيض، اتوقع اني كاتب العنوان وانتم عارفين ايش صار، طلع لها جوا البيض الماس. كيف؟ ما ندري، لكن هي قالت انها سلقت البيض كالعاده، يعني ناكل بيض بشكل عادي، لكن لما اكلت البيض المسلوق كالعاده حست في شيء يعلق بين اسنانها، طلعتها طلع 12 جرام من الالماس. طبعا هذه الثروه، لكن كيف دخلت جوا البيضه الله اعلم. لحد الان يسوون تحقيقات، فلو صار تطورات ورصدها الموقع الجايب من الخبر ان شاء الله بعرض لكم في حلقات الاخبار القادمه. الخبر الخامس او السادس ما ادري صراحه، شيء جميل لما تصير الاخبار كثيره وانسى اي خبر بالضبط. المهم الخبر يغبن فعليا، ما امزح معاك. طبعا احتماليه ان تصيبك برق احتماليه جدا ضعيفه، مثل وجود حبه رز في 10 كيلو طحين. يعني من كثر ما النسبه قليله شيء يصير شبه مستحيل. ففي شخص محظوظ في المغرب كان يمشي بسياره وكانت الدنيا تمطر، سبحان الله راح ترك كل شيء وجت على السياره حقه، لكن الحمد لله جت على خير. كل اللي صار هو كدمات بسيطه او حروق بسيطه، يعني ما وصلت درجه ثالثه. ففي مقطع يوضح هذا الشيء، اخليكم مع المقطع.
السادس والاخير، ومثل ما عودتكم على طول الخبر السادس يكون في شيء غريب او شيء يعني مو بروتيني. في شجرة بالعالم اسمها شجرة المنشنيل، هذه الشجرة تعد أخطر شجرة في العالم. هذا الخبر للفائدة عشان ممكن يفيدك بحياتك بيوم من الأيام، تطلع برا وتصادف مثل هذه الشجرة اللي ممكن لو إنك ما أخذت حذرك منها تودي بحياتك. السبب ان اي شيء بالشجره ممكن يسبب لك عاهه دائمه. على سبيل المثال لو انك احتميت بظل الشجره في وجود الشمس ممكن يطلع منها رذاذ يسبب لك قروح جلديه ويحرق لك بشرتك. ولو حاولت انك تحرق الشجره عشان تفتك منها، الدخان اللي بيطلع من الشجره لو قرب على عينك يسبب لك العمى بشكل دائم طول حياتك. طبعا هذه الشجره منتشره في امريكا الشماليه وشمال امريكا الجنوبيه، يسمونها تفاح الشاطئ عشان تحتوي تفاح صغير لو اكلته بيسبب لك تسمم بتموت على طول من دون اي مجال للتنفس. وبس والله كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. في نهاية المقطع لو عجبك المقطع عطني لايك، اشترك بالقناة لو مو مشترك عشان تصير اخ من اخواني. احنا نظامنا انتم اخوان وليس مشتركين. انشر او انشري المقطع عشان نرجع التفاعل قدر الامكان. طالبكم يعني ان شاء الله انتم قدها، لازم نرجع التفاعل وان شاء الله انتم قدها. حساباتي بالسوشيال ميديا كلها بنفس الاسم ظاهر امامكم على الشاشه، مستر بيبا جي، سناب شات وانستغرام وتويتر. لو حابب تيجي حياك الله تنورني، صور الشاشه وضيفني سناب كود، يعني من الحين لو صورت الشاشه تروح لسناب شات تسوي اضافه صديق عن طريق سناب كود، بتفيدني بشكل كبير وبتنورني ترى. انزل يعني تصير مره قريب بالنسبه لي وتشوف يومياتي وزي زي كذا يعني. وتويتر لو انك حابب تصير مره مقرب بالنسبه لي، يعني اكلمك وتصير صديقي. وبس مع السلامه.